منى زكي وأسرار شركتها الحقوقية الممولة من أوروبا. اختياراتها الجريئة خلتها جزء من سينما المنصات العالمية. ناس شايفة إنها بتكسر التابوهات، وناس شايفة إنها بتستفز المجتمع. مشاهدها الممنوعة من العرض كانت نقطة تحول في حياتها، ونتفليكس كانت وش السعد عليها. جوزها دايما واقف في ظهرها وبيشجعها على أدوارها الجريئة، والنهاردة هي أهم فنانة ومنتجة سينمائية حقوقية بدعم وتمويل أوروبي. من بنت اتوصفت بالبراءة والرقة وطلعت من مدرسة السينما النظيفة لواحدة من أجرأ الممثلات في مصر، واللي أدوارها بتثير جدل واسع. رحلة منى زكي بين النعومة والجراءة مش بس رحلة فنية، لكن كمان رحلة مادية خلتها النهاردة الأعلى أجرا بين ممثلات جيلها. قصة تحول منى زكي من الفتاة البريئة لنجمة على الطراز العالمي، واللي كان التمام فيه تخليها عن البراءة اللي الجمهور وصفها بيها في بدايتها. منى زكي كانت أول ظهور ليها في أوائل التسعينات مع الفنان محمد صبحي في مسرحية بالعربي الفصيح. بعدها ظهرت على شاشة التلفزيون في مسلسل العائلة سنة 94، وكان أول مشاركة ليها في السينما في فيلم القتل اللذيذ سنة 97. وبعدها بدأت الظهور بأدوار صغيرة لكنها كانت مميزة في أفلام زي صعيدي في الجامعة الأمريكية واضحك الصورة تطلع حلوة. كل بدايات منى سواء مسرح أو تلفزيون أو سينما كانت ملتزمة بمنهج السينما النظيفة، وأغلب أدوارها كانت بتنحصر في شكل البنت البسيطة المؤدبة الخجولة شبه أي بنت في أي أسرة مصرية عادية. وعشان كده أعمالها كانت المفضلة لقاعدة كبيرة جدا من الجمهور المصري، وخاصة الفئة الملتزمة منهم. ومن هنا بدأت انطلاقة كبيرة مع جيل السينما النظيفة في أدوار زي ليه خلتني أحبك، الحب الأول، أفريكانو، تيمور وشفيقة، وقدرت تدخل لكل بيت في مصر في قالب البنت الرقيقة البريئة. الجمهور ارتبط بيها بشكلها واعتبرها رمز للفتاة المثالية اللي بتناسب الأسر والعائلات، وحبوها أكتر بعد ما عرفوا قصة جوازها من الفنان أحمد حلمي، وإنها وافقت تعيش معاه في ظروف صعبة رغم إنه كان فقير جدا وحياتهم كانت قاسية في بدايتها. لكن منى شخصيتها في الحقيقة مختلفة تماما عن أدوارها على الشاشة، ورغم نجاحها في دور الفتاة المثالية لكنها في الوقت ده ما حققتش الطفرة اللي وصل لها نجوم قبلها، لا على المستوى المهني ولا المادي. يعني ما كانتش مطلوبة الأدوار مهمة ولا بتاخد أجر عالي، لحد ما قررت تكسر الصورة النمطية لأعمالها وتتخلى عن براءتها وتوافق على أول دور جريء يتعرض عليها، واللي كان في فيلم احكي يا شهرزاد في 2009. الفيلم سبب صدمة كبيرة جدا للجمهور في منى من أول ما نزل البرومو ولقوا فيه مشاهد ساخنة بين منى وحسن الرداد بطل الفيلم، ده غير مشاهد الإغراء واللبس العريان، وطلعوا عليها هاشتاج يا خسارتك يا منى، وتعامل ضدها حملة مقاطعة للفيلم ولكل أعمالها الفنية. مش بس كده، ده كمان جوزها الفنان أحمد حلمي اتعرض لهجوم عنيف وانتقادات حادة جدا لأنه وافق يخلي مراته تعمل المشاهد دي في الفيلم، لكن حلمي رد بغضب وقال مراتي محترمة غصب عن عين الجميع. وده بيرجع لنفس الصورة النمطية اللي كونها حلمي في أذهان جمهوره، وإنه هو كمان من أصحاب منهج السينما النظيفة، وأفلام حلمي كلها عائلية مفيش فيها أي مشهد بلس 18. يبقى إزاي يوافق يخلي زوجته تقدم نوع من المشاهد زي دي؟ لكن حلمي كان أول داعم لزوجته في الأدوار الجريئة، مش بس دعم معنوي، لأ ده كمان دعم مادي، لأنه تاني دور جريء لمنى زكي بعد احكي يا شهرزاد كان مسلسل آسيا في 2018 اللي طلعت فيه رقاصة، وده كان نقلة جديدة في جرائتها. لكن المفاجأة إنه جوزها كان هو المنتج، واللي مش معروف عن حلمي إنه منتج وعنده شركة إنتاج أنتجت أعمال فنية كتير، واسم شركته شادوز للإنتاج الفني والتوزيع، وهي شركة مصرية متخصصة في الإنتاج الفني والتوزيع والدعاية والإعلان. بيشارك في إدارتها شريكه إيهاب السرجاني، ومن أهم أعمال الشركة إنتاج وتنفيذ برنامج على كرسي المذيع وفيلم عسل اسود، ده غير انتاج حملات اعلانيه لشركات زي شيبسي. وفي الوقت ده حلمي ومنى اتغيرت حياتهم الشخصيه وقدروا يحققوا مستوى مادي كويس ما يختلفش عن حياه زمايلهم،
لكن منى مسرفة شوية زي ما بتقول عن نفسها، وبتصرف كل فلوسها، ولأنها هي وجوزها ليهم ذمة مالية منفصلة، يعني كل واحد بيصرف فلوسه لوحده. كان لازم منى تطلب رفع أجرها في أعمالها علشان تغطي نفقاتها الشخصية، وده طبعا معناه شغل أجرى ومحتوى منفتح أكتر. منى زكي وصلت رحلتها في الأدوار الجريئة بمسلسل أفراح القبة في 2016، وقدمت فيه شخصية تحية اللي بتعيش مع راجل من غير جواز، وأغلب المشاهد كان فيها رقص وتعبير عن الحياة المتحررة. لكن مقابل الدور ده خدت أجر 6.5 مليون جنيه، وده وقتها كان رقم ضخم جدا. ومن جراءة لجراءة أكبر فيلم أسوار القمر قدمها في مشاهد رومانسية، واعتبروا النقاد من أجرأ أدوارها. وبعده مسلسل لعبة نيوتن في 2021 اللي يعتبر من أهم أعمال منى زكي في 2021 وأكثرها شعبية، واللي صلحت بينها وبين الجمهور. وده ما كانش جرأته في المشاهد، لكن كان في المحتوى والقضايا اللي ناقشها المسلسل. لكن منى ما بقتش تخاف وبقت تحب تدق كل باب محظور. لكن الصدمة الحقيقية رجعت للجمهور مع فيلم أصحاب ولا بزنس في 2022، فرصة ما تتعوضش من نتفليكس لمنى زكي، ما كانش ممكن ترفضها. أجر مادي كبير وعلاقات جديدة ومهمة. الفيلم كان بوابة منى زكي للانطلاق للعالمية، لأنه كان أول فيلم مصري عربي على منصة نتفليكس العالمية. لكن كل شيء وله تمن، خاصة لو مع نتفليكس اللي اتعرفت في بداية ظهورها بمحتوى خادش للحياة وبكسر كل الأعراف والتقاليد الاجتماعية لأي بلد، ده غير دعم الإفروسنتريك والمثلية الجنسية والأفكار المتحررة وكل القضايا الجدلية المثيرة اللي ممكن تغضب الجمهور. لكن منى جسفت ووافقت على أي شروط للمخرج. الفيلم كان من إنتاج أجنبي ومتصور برا مصر، وأغلب الممثلين مش مصريين، والأجر $1,000,000، يعني وقتها بالمصري يعملوا 18 مليون جنيه. يبقى لي لأ يا بلاش. وبالفعل ما قالتش لأ لأجرأ مشهد في الفيلم، واللي تسبب في هجوم شرس عليها من الجمهور واتهامات بالتخلي عن القيم والتحريض على الفسق والفجور والإساءة للذوق العام وهدم قيم الأسرة المصرية. لكن في نفس الوقت الفيلم خلاها واحدة من الأسماء العالمية، وبقت النجمة الأعلى أجرا في جيلها. وفي 2023 وصل أجرها ل40 مليون جنيه في مسلسل واحد. التحول الجريء لمنى زكي كان سبب في رفع قيمتها السوقية وتعزيز مكانتها كفنانة مصرية، مشاركة في أهم المحافل الدولية الفنية والداعمة للمرأة. ومن وقتها كل عمل جديد ليها بيبقى فيه انقسام، ناس شايفة إنها بتكسر التابوهات، وناس شايفة إنها بتستفز المجتمع. والأجور العالية ما كانش سقف طموح منى زكي اللي قررت تخوض تجربة الإنتاج زي جوزها، ولكن في إطار حقوقي خاص بالمرأة، واتفقت على إنتاج مجموعة أفلام قصيرة بالشراكة مع مي عبد العظيم وسفارة هولندا في مصر لدعم صناعات الأفلام في الوطن العربي ونقل قصص وأصوات المرأة العربية للعالم، والتأكيد على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السينما. وشاركت مع مي عبد العظيم في تأسيس شركة هير ستوري فيلمز، وكمان أنتجت فيلم قصير اسمه ندى. واللي ما يعرفش مي عبد العظيم فهي سفيرة مؤسسة رائدات الأعمال في مصر، وساعدت منى في الظهور للمجتمع بشكل مختلف داعم لحقوق المرأة. شركة منى زكي أنتجت كمان برنامج الحاضنة اللي بيمول 20 فيلم قصير لدعم المواهب الناشئة. مش بس كده، ده فيلم رحلة 404 اللي قدمته منى السنة اللي فاتت في 2024 كان من إنتاجها بالشراكة مع المنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد. وبكده تكون منى زكي اتحولت من مجرد فنانة عادية لسيدة مجتمع ورائدة أعمال بتمثل ستات مصر وبتناقش معاناتهم. السؤال هنا بقى، هل هتستمر منى زكي في خط الجراءة اللي رسمته لنفسها، ولا ممكن ترجع تقدم أعمال ترضي جمهور السينما النظيفة اللي بتحاول تعبر عنه بمعاناته واللي لسه مستني يشوفها بنفس الصورة القديمة اللي حبها بيها؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.